في قصة الخلق المشهورة والمعروفة للكل واللي اتكلمنا عن قابيل وهابيل باختصار في الحلقات اللي فاتت، ولكن هنربطها بالتاريخ المصري القديم. وعشان احنا أول الموحدين فطبيعي التاريخ يتكلم عننا، ولكن كالعادة القصة دي اتحرفت عن مضمونها، لأن كل تراثنا وتاريخنا نقلوا لنا الإغريق الوثنيون. فطبيعي جدا إن أسماء الله الحسنى وأسماء الملائكة تتحول لأسماء آلهة، وطبيعي تتحول المساجد لمعابد، وبدل ما كان بيتذبح فيها الأضحية لله بقى يتقدم فيها القرابين للآلهة. وطبيعي ان يتحول أجدادنا من موحدين مسلمين لله لوثنيين بيؤمنوا بالآلهة. والعيب لا في الإغريق ولا في شامبليون ولا حتى في جهلنا بتراثنا اللي أخدناه زي ما هو، لكن السبب الحقيقي ان ده من ستر ربنا وحفظه للعلوم اللدنية بمصر. أنا دينا البنا، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أجندة وسلسلة فك المساس. واحنا دلوقتي معانا المؤرخ بلوتارخ، واللي نقل لنا ازاي بدأ الخلق وحكى لنا قصة ابناء ادم عليه السلام، واللي بتحكيها لنا اسطورة ايزيس واوزريس، وهنعرضها سوا وبعدين نحللها. والاسطورة المكتوبة على متون الاهرام بتقول ان رع كبير الالهة خلف شو اله الهواء وتفنت الهة الرطوبة والماء، والالهين دول اتجوزوا وخلفوا الاله جب او اتوم في رواية تانية وهو اله الارض، وخلفوا كمان نوت واتقال موت الهة السماء، واللي اتجوزوا وخلفوا ست واخته التوأم ايزيس واوزريس واخته التوأم نفتيس. وبعدين اتجوز اوزيريس من ايزيس، والاله رع امر اتوم يعين اوزيريس حاكم للارض، فحكمها مع ايزيس بالعدل، وده خلى الطمع يملأ اخوه سات عشان الحكم وقرر قتله، لكن الاسطوره ما ذكرتش قتله ازاي. وبيقول بلوتارخ ان المصريين ما ذكروش الطريقه لانهم كانوا مؤمنين بقوه الكتابه في الاعاده، وعلى الاغلب هو شربه الخمر وحطه في تابوت ورماه في النيل، وكل ده خزعبلات اكيد. ولكن نكمل الاسطوره. اوزريس وايزيس لسه ما خلفوش، وهنا سيت خد العرش وحكم بالظلم ونشر الفوضى والشر، وراحت ايزيس تدور على جثة جوزها وساعدتها نفتيس ولقته، ومن تاني قدر سيت يسرق الجثة منها وقطعها ل 42 قطعة، وده نفس عدد اقاليم مصر. ولكن ايزيس طلبت مساعدة الالهة، فبعت لها الاله رع من السماء الاله تحوت اله الشفاء، وانوبيس الهة التحنيط اللي جمع الجثة في لفائف، ومن هنا عرف المصريين التحنيط. وفضلت ايزيس تقرأ التعويذ على الجثة وقدرت تجمع جوزها، وودعت ايزيس اوزريس اللي بقى ملك لمملكة الموتى داوت. وخافت ايزيس على ابنها اللي في بطنها من قوة سات اللي بقى ملك الارض بعد ما قتل اخوه، وهربت للدلتا وخلفت ابنها حورس. وتعرض حورس لمخاطر كتير جدا لان سات حاول يتخلص منه كتير عشان ما ياخدش منه العرش، لكن امه كانت واعيه وحريصه، وكبر حورس وبقى له اتباع، وقرر ينتقم من سات اللي قتل ابوه وطالب بعرش ابوه قدام مجلس الالهه، واللي بيتكون من رع وشو وتفنوت واتوم ونوت واوزريس وايزيس وسات ونفتيس. وبعدين خدته امه ايزيس لقاعه الالهه اللي رحبوا بيه، وسات اشتكى الالهه وطعن في نسب حورس لانه اتولد بعد موت ابوه اوزريس، وتقابل الطعن ده بالرفض. فغضب سات وقرر يقتل حورس زي ما قتل ابوه وياخد تاج الملك الابيض، ودارت بينهم صراعات لمده 80 سنه، انتهت ان سات سرق عين حورس وقدر حورس انه يشوه سات. وفي الاخر انتصر حورس اللي كلهم كانوا معاه ضد سات، ورجع له تحوت عينه بعد ما عمل تعاويذه. وفضل حورس يدور عن ابوه ولقاه وعمل له جنازه تليق بيه، واصبحت عين حورس اللي بنستخدمها لحد دلوقتي كصور بروفايل رمز الحق والنصر، وبقى اله الحياه. ودي القصه كامله، ومع بعض هنستبعد خزعبلات الاغريق عنها ونقول بسم الله. اتفقنا ان بلغة المثاني وفي علم المصريات بنقطع الاسم المقطعين عشان نرده لاصله. اولا كلمة رع هي اختصار لرب العالمين، وبتاح هو اسم الله الفتاح. اما شو وتفنوت اللي في القصة اله الهواء والماء فدول الدخان والماء اللي خلق منهم ربنا الكون. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والجب هو البير اللي قعره غويط، وده لفظ عربي زي قوله تعالى: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب. ودي كانت صفة سيدنا آدم عليه السلام لأنه اتخلق من قبضة الأرض، وهو ده قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. والنوت هنا هو تحوير أعجمي ونطق غلط لحواء، فإحنا لحد دلوقتي في مصر بنقول حواء
نوت نوة، وهي أمنا حواء. أوزيريس لو قسمناها لمقطعين، أوزير ريس وهو وزير الرئيس، لأنه كان الخليفة الموعود بإرث النبوة بعد والده. وكلمة وزير جت في القرآن مرتين مع سيدنا هارون عليه السلام. قال تعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. أما إيزيس والأصل العربي لحرف الألف هو عين، فيكون الاسم الحقيقي لإيزيس عزيزة أو عزة. نفتيس وتحويرها من نفيسة، فإيزيس ونفتيس هما عزة ونفيسة باللسان العربي لسان سيدنا آدم عليه السلام. تحت وده قالوا أجدادنا على سيدنا إدريس، ومعناه صاحب العلم الخفي أي العلم اللدني، وافتكروه الأثريون أنه إله الطب والشفاء، لأنه أول من علم أجدادنا الطب وغيره من العلوم والأسرار الإلهية. وأنوبيس هو الغراب في القصة، وكانوا بيرسموه جسد إنسان ورأس غراب، وافتكروه رأس ابن آوي الأسود، وكان اسم أنوبيس الثاني صخم ومعناها الأسود. أما هابيل وقابيل، هابيل بالمثاني هاب إيل، فإيل تحويل للفظ إله، وهاب معناه خاف، زي قوله تعالى: إني أخاف الله رب العالمين. وأصل الكلمة وهاب أو هبة أي هدية، والاسم العربي لهابيل هبة الله. وأوزيريس رمز للعطاء والفيضان والنيل والخير والحياة الآخرة والبعث. ووزير أو أوزيريس كان رمز للنيل، ومن أسماء النيل عند الفراعنة حابي أو هابي، ومنها جاءت كلمة هابي بالإنجليزية ومعناها سعيد. والنيل هبة الله لمصر، وده اللي لسه بنقوله لحد دلوقتي، وهو ده أصل الكلمة. أما قابيل قاب إيل، قالوا إيه المقابل لله، وده الظاهر الخاطئ للاسم في المعجم، في قاب قوبا أي حفر حفرة، وبتتقال على قابيل لأنه أول من حفر حفرة في الأرض عشان يدفن أخوه، وقربوها للقاب وأصلها جاب، لأنه القاف بتتقلب جيم على لسان الأعراب، فالاسم تحوير توراتي عبري، والاسم الحقيقي لقابيل جاب الله. أما ست، وهنا في كتاب آلهة مصر العربية الدكتور علي فهمي بيقول إن ست هو تحوير لجذر شط، فالسين اتقلبت لشين أعجمية واتبدلت التاء بالطاء. وفي اللغة الإنجليزية بيقولوا شت يعني اللعنة. وكلمة شط بالمثاني اختصار لكلمة شيطان من الجذر الثلاثي شطنة، ومنها جت كلمة شياط اللي بنقولها لحد دلوقتي، أو شواظ اللي جت في القرآن. قال تعالى: يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فجذر سيتي في قاموس ويبستر معناها أوقد أو شيطة، ومنها جت ساتان بالإنجليزية وده اسم الشيطان. وست هو إله الشر والظلام والنار، وست هو الشيطان وأعوانه من البشر. وما ننساش إن قايين كان يصنع المعازف من الحديد وبيستخدم النار عشان يعرف يلينه ويشكله. مش بس كده، فلو بصينا على أسماء الآلهة اللي عبدوها قوم نوح وكفار قريش هنلاقي العجب. فمثلا الأئمة قالوا أن ود ويسوع ويغوث ويعوق ونصر آلهة قوم نوح كانوا في الأصل ناس صالحين، ولما ماتوا وسوس الشيطان للناس أنهم يعملوا لهم تماثيل تكون قدامهم فيفكروهم بالطاعة، ومن بعد الجيل ده وسوس لهم الشيطان أن التماثيل دي كان أسلافهم بيذبحوا عندها الأضحية ويتوسلوا بيها لربنا عشان ينزلهم المطر. والجيل اللي بعده توسوس له ان الاصنام دي كانت بتتعبد عشان تقربهم لربنا زلفى، وبعدين عبدوها من دون الله. وده قوله تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وتعالوا نشرح الأسماء دي. فود من الوداد أي المحبة والبر بالأهل، وبتنطبق على هابيل. سواع ساعة المشيئة اللي اتثبت من غير راع، وبتنطبق على زوجة هابيل اللي اتثبت من غير راعية بعد وفاة هابيل. ويغوث من الغوث، وبتنطبق على سيدنا شيث لأن ربنا أغاث سيدنا آدم بيه عشان يحمل الرسالة مكان هابيل. ويعوق من العقوق، وبتنطبق على قابيل. وكل دي صفات وليست أسماء، زي ما قلنا إن كل شخص عظيم له اسم وصفة. وفي كتاب عبادة إيزيس وأوزيريس في مكة الجاهلية لدكتور زكريا محمد هنلاقي أصنام قريش في الجاهلية كانت اللات والعزى ومناة وهبل، ودول الثالوث الأعظم، وكان الأعراب بيعبدوها وسموها بنات الله. لذلك نزل قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وفي كتاب الأصنام لهشام الكلبي قال إنها كانت أصنام قوم نوح في الأساس، واللي لقاها بعد الطوفان هو عمرو بن لوحة الخزاعي، وهو أول من حط الأصنام دي حول الكعبة.
وقال الكلابي عنه انه كان له رؤى من الجن فاخبره ان اصنام قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مدفونة بجدة، فاتاها فاستثارها ثم اوردها الى تهامة، فلما جاء الحج دفعها الى القبائل فذهبت بها الى اوطانها. ولاحظوا هنا ان الاصنام كانت في جدة، يعني قريبة من مكان مساكن سيدنا آدم عليه السلام وأولاده. وما تنسوش ان الحجاز نفسها جزء من مصر، فكانت مصر أول بقعة مأهولة من بقاع المعمورة. وما تنسوش اننا كنا بنعمل التماثيل لتقليد أصحابها، مش عشان نتفتن بيها، لأننا في الأصل موحدين، والتماثيل فضلت تماثيل وما تحولتش لأصنام آلهة تعبد إلا في عقول الإغريق الوثنيين. وما تنسوش ازاي بدأت عبادة الأصنام بعد الطوفان، زي ما في قصة اسقلبيوس وتماثيل سيدنا إدريس اللي عملها له قبل الطوفان، ودي هنعمل لها حلقة لوحدها من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ودلوقتي نتدبر معاني أسماء الأصنام دي مع الاعتبار إن ربنا استنكر على الكفار أمرين: إنهم حوروا الأسماء العربية، وهنا يقول تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والتاني إنهم قالوا إن الآلهة مؤنثة وسموها بنات الله، وهنا قوله تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. والاستنكار الإلهي بيوضح ان الكفار شوهوا الأسماء دي وغيروا معناها ومضمونها. ودلوقتي هنرجع كل اسم لأصله بصفته. فاللات من اللت وهو الشد والجذب، ودي صفة قابيل وجداله مع أبوه ومع ربنا في الكتاب المقدس وعدم انصياعه وطاعته لله. والعزة هي تحوير لاسم العزة أو عزيزة اللي هي إيزيس. ومنات هي تحوير لاسم منة الله أي هبة الله وهو هابيل، وهبل هو تحوير لهابيل وكان يعبد في الشام. وذكر الكلابي أيضا أن عمرو بن لوحة راح الشام عشان يتعالج من مرض أصابه، فشافهم بيعبدوا الأصنام من دون الله وقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما فجلبعه معه فكان هو هبل. ونفس الكلام أوزريس عبدوه الأشوريون باسم أشور، وأصلها أسور لأن السين بيبدلوها لشين. وعبدوا إيزيس باسم عشتار وهي أستر. وعند البابليين عبدوا هابيل باسم مردوخ، ومن أسمائه أسر وهو أوزريس. وأسر مشتقة من الجذر العربي سر، ومنه كلمات السرور والسعادة والسراء، ومعناها النعمة والرخاء والمسرة. وأخيرا ممكن تطلعوا على أسطورة ملحمة جلجامش عند السومريين وهي نفس المعنى. وكل اللي حكيناه ده الجزء الأول من قصة أبناء آدم، والحلقة الجاية هنعرف أحداث آخر الزمان والجزء الثاني للقصة، وهنعرف ليه اليهود فاكرين إن حورس هو سيدنا موسى عليه السلام، والمسيحيين فاكرينه سيدنا عيسى عليه السلام، وليه البعض فاكرين إن قابيل هو الدجال قابيل. انا كده خلصت. كنت معكم انا دينا البنا. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تسيب لنا رايك في كومنت وتعمل الحلقه شير ولايك. باي باي.